السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات اسلام. اليوم غادي نديروا لي مادلين او لي ميني كيك بالحبيبات الشوكولات. قبل ما غادي نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندنا نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، كاس معمرش ديال السكر سنيده، جوج كيسان ديال الطحين فورس، كيسان د العنبه، خنيشه د الفاني، جوج بيضات، جوج خمارات بيكين باودر 7 غرام 7 غرام، عندنا جوج معالق ديال الشوكولات حبيبات هكا. بعد ما تعرفنا على المقادير ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. سنيده نخدمو البيض والسنيده، نزيدو خنيشه د الفاني، نخدموه نص كاس د الزيت، حليب، نديرو كاس ديال الطحين الاولاني، نخدمو نخليو شوكولاط حبيبات الاخر باش ما يذوبش، ما يكونوا كنخدموا هكا. الا درناه دابا غيذوب لينا. نديرو نص كاس هذا ونزيدو الخميره، نخدمو نزيدو الطحين اللي بقى لينا، نخدمو هكا. كتجي هكا. نديرو الشوكولاط حبيبات جوج معالق، صافي. بعد ما خدمنا الكيك كيجي القوام ديالها على هذا الشكل هذا. ناخذوا هذا الجيب، اللي ما عندوش كما كنقول ديما يكتفي غير بالمعلقه، نعمروه صافي. نقطعو باش تبان لكم. كحزو هذه انا نعمر غير ثلث الارباع، ماشي تا الفوق باش نخليو لها فين تنفخ بحال هكا. بحال هكا
انا غنستمر في التعمار ديال هاد الميني كيك وندخلها للفران. انا كنكون سخنت الفران من قبل، وكان ملي كندخلها كنقص عليه البوطه وكيتبدا هي تطيب، وما نحلوش عليها الفران باش نخليو ليها فين تنفخ. الا حلينا الفران بحال كتقولي كتهبط او كتفص، ما كتكملش التنفاخ ديالها. ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. لما طابوا لينا لي ميني كيك خرجناهم من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا. انا خليتهم تبردوا ودهنتهم بالناباج ورشيت عليهم شويه ديال الفيغميسيل وشويه ديال اللوز مهرمش. كنتمنى تنال اعجابكم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. انا غادي نحل لكم وحده نشوفوها كيفاش كتجي. خفيفه هكا. بالصحه والراحه، ونتمنى تنال اعجابكم.